توقع خسارة المغرب أمام الأرجنتين لأقل من 20 سنة. تذكروا كلامي جيدا، المغرب سيخسر بهزيمة ثقيلة. الأرجنتين منتخب قوي وسيفوز بنهائي كأس العالم لأقل من 20 سنة. أنا أرشح المنتخب الأرجنتيني يقدر يفوز بكأس العالم لأن عنده تعداد جد ثري، عنده ثقافة تاع كرة القدم. الفريق الأرجنتيني مثل المنتخب الأرجنتيني مثل المنتخب البرازيلي. نعرفوا باللي هذه المنتخبات دائما ما تصنع الإثارة في الكؤوس العالمية. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معنا في قناتنا وقناتكم دايلي ماروك. الأصدقاء ديالي اللي أول مرة كتشوف القناة ديالنا فما تبقاش هنا بداك اللايك ديالك والاشتراك في القناة وتفعل داك زر الجرس باش ديما تكون من الأوائل اللي كتوصل وجديد ديالنا والفيديوهات الحصرية ديالنا. أصدقاء ديالي، الفيديو ديال اليوم فراه فيديو يستحق المشاهدة كيف مشوا معنا في الاول ديال الفيديو وكيف ما غنتابعوا جميع بحول الله في التتمه ديال الفيديو ديالنا من الاول ديالو حتى التالي، ونتلاقاو طبعا بعد نهايه الفيديو. ما تنساوش كما العاده تخليونا الراي ديالكم في اسفل التعليقات، بارطاجينا الفيديو مع اصدقاء ديالكم باش يوصل جميع المغاربه داخل وخارج انحاء الوطن. اصدقاء ديالي، ما غاديش نطول عليكم بزاف، غادي نمشيو مباشره الجميع نشوفوا الفيديو ديالنا ديال اليوم ونتلاقاو بحول الله بعد النهايه ديالو. توقع خسارة المغرب أمام الأرجنتين لأقل من 20 سنة. تذكروا كلامي جيدا، المغرب سيخسر بهزيمة ثقيلة. الأرجنتين منتخب قوي وسيفوز بنهائي كأس العالم لأقل من 20 سنة. أنا أرشح المنتخب الأرجنتيني يقدر يفوز بكأس العالم لأن عنده تعداد جد ثري، عنده ثقافة تاع كرة القدم. الفريق الأرجنتيني مثل المنتخب الأرجنتيني مثل المنتخب البرازيلي. نعرفوا باللي هذه المنتخبات دائما ما تصنع الإثارة في الكؤوس العالمية. الأرجنتين عندها حظوظ أكبر يعني اللي تفوز باللقب، خسروها مع ألمانيا في 90 اللي بسبب الحكم المكسيكي، في 2014 مع المانيا يعني اللي ربحت 7-1. يبقى الحظوظ للارجنتين كبيره. توجور تخرج لاعبين، نشوفوا لاعبين توجور كبار يلعبوا في احدايا. نظن باللي بالك راهي طاكين في المنتخب الارجنتيني، والمنتخب الارجنتيني نظن كما تكلم محمد منتخب، نظن المنتخب اللي عنده جرينتا اللي يعتمد على الاستحواذ. موتسيبي في الطريق ديالو الى شيلي، سمعوا التصريح ديالو. On behalf of the 54 countries on the African continent, we are very proud of the Moroccan under-20 national team that's playing in Chile, representing the people of Morocco and representing the whole of the African continent. We wish you all of the best. You've made us so proud, and we are confident that you will do exceptionally well. May Allah be with you, and رئيس الاتحاد الافريقي في الطريق ديالو لشيلي موتسيبي، والصفعه القويه لصحافه زيكو اللي هاد العشيه غادي يبلعوا التليفونات، غادي يطفاو الانترنت، يقراو الانترنت هاد العشيه. شوف، غادي ينعسوا بكري، واخا هما غادي يشجعوا الارجنتين ولا لابسين التريكوات ديال الارجنتين، ولكن غادي ينعسوا بكري. اليوم رئيس الاتحاد الافريقي يسافر الى شيلي لمسانده المنتخب المغربي والشعب المغربي، وقال لك بغى يعوض الشعب المغربي يعني في المسانده ديالو. وبعوض رئيس الاتحاد الافريقي واجب عليه باش يكون حاضر للنهائي بحال هذا نهائي كاس العالم ما بين المغرب والارجنتين. وزيد على ذلك كاين رئيس الجامعه المغربيه فوزي القجع حتى هو مشى لشيلي، وكاين الجماهير اللي تنقلت بقوه ما شاء الله عليهم اليوم لشيلي لمسانده المنتخب المغربي. الجماهير اللي خرجت اليوم، راك تشوفوا هنا التصاور ديال الجماهير في مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، اللي عندهم واحد تقريبا يضربوا على 5 سوايع ولا 6 سوايع على المنتخب المغربي وعلى كما قال الاخر الرايه المغربيه ماشي مشكل، وعلى هذوك اللعابه يتقاتلوا ماشي مشكل، تا 6 سوايع ولا 7 سوايع عادي. المهم نتمناو حنا التوفيق، وان شاء الله باذن الله كلنا وراءهم. وعندي احساس ان شاء الله بلي الكاس غادي تكون للمغرب. حتى الجماهير ديال الشيلي محمسه باش تشجع المغرب، والظروف اللي راه فيها المنتخب المغربي، وزيد التحفيز الكبير، وهو لانه هذا النهائي كما سمعنا هو التصاور ديال اللعابه، اللي نوريكم التصاور ديال اللعابه مع الكاس. اللعيب كيقولوا له هذاك ديال واحد التوارقه، العميد ديال المنتخب المغربي والمدرب مع الكاس ديال كاس العالم. وكانوا داروا تصاور مع كانوا داروا الندوه الصحفيه. في الندوه الصحفيه صادق اللاعب ديال اتحاد التوارقه كان صرح، وانا هنا يعطيك الاطمئنان، لانه يقول لك هذا النهائي ما غاديش يتعاود. يعني هذا النهائي غتحط فيه كلشي اللي عندك، يعني كاع اللي في راسك غتحطوا العايه غترميه موراك. زيد حتى الجماهير اللي تنقلت غتزيد لهم حافز، يعني يشوفوا الناس ضاربه تقريبا 6 سوايع ولا 7 سوايع، غادي يزيد لهم حافز، غادي يتقاتلوا. هنا يعطيك احساس بانه ان شاء الله مطمئنين بانه نجيبوا الكاس. هذه هي اللي كاينه، لانه الى اليوم. وزيد على ذلك كما نقولوا
يعني التجربه ديالهم اللي ربحوا بها اسبانيا والبرازيل وامريكان وفرنسا وكوريا عطاتهم تجربه كبيره. يعني الارجنتين ما طاحتش مع هاد الفرق الكبار، يعني ما هي ربحت ولكن ما طاحتش مع الفرق الكبار، مثلا امريكا في الدور الثاني ولا اسبانيا في الدور الثاني ولا فرنسا. يعني فاتت شويه على المغرب طلع النيفو كبير ولعب مع فرق كبار منتخبات كبيره. ان شاء الله باذن الله حنا نتمنوا لهم التوفيق. وانا من هذا المنبر نتمنى لصحافه زيكو يشجعوا الارجنتين، شجعوا الارجنتين عادي لانهم نتوما اصلا منحوسين. شجعوا الارجنتين مع صحافه زيكو هذوك لي باد وكذا، منا غير لبسوا التريكوات وانتوما وليو في بلاصه ميسي شجعوا الارجنتين، فهمتوا؟ باش تعرفوا بالله، باش تعرفوا النحس اللي تابعكم نحس كحل. الفريق اللي تشجعوه ينهزم، الفريق اللي تتبعوه سبحان الله العظيم ينهزم. بنادم منحوس، الحسد والغيره ويغيروا من المنتخب المغربي. وريتكم تصاور هنا ديال الجمهور، وريتكم تصاور ديال الكاس ديال اللاعبين. الموتسيبي حتى هو تنقل، الاخر القجاع فوزي القجاع رئيس الجامعه حتى هو تنقل تمايا. درك حنا واش نتسناو ان شاء الله المقابله اللي غادي تكون مع الوحده ديال الليل هنا ديال اوروبا 12 ديال الليل ديال المغرب. نتسناو ان شاء الله تبدا المقابله، وكلنا وراء اسود، وراء الابطال ان شاء الله باش يجيبوا لنا هذا اللقب ديال كاس العالم. وقبل بها كاين واحد المقابله ديال اسود ديال القاعه، حتى هما اسود هذوك ديال القاعه ديال المدرب الدكيك، عنده مقابله مع اسبانيا. انا درتها لكم هنا، المقابله مع اسبانيا غتكون في الرياضيه مع 8 ديال الليل ديالنا هنا 7 ديال المغرب. غتكون في ملعب مولاي عبد الله، في القاعه قاعه مولاي عبد الله، وغادي تكون مفتوحه للجماهير، يعني يقدر الجماهير يمشيو يتفرجوا لها. هذه المقابله قويه حتى هي مع اسبانيا، يعني ماشي سهله. وسابق المنتخب المغربي يربحهم في الفوتسال. نتمنوا ان شاء الله اليوم يكون الجمهور ويزيد هذا العرس حتى هو يدخلوه في البارماريس ديالهم. وشفنا عاود كاس العالم للسيدات اللي راها تجرى في المغرب وتجرى في ملاعب كبيره، واخا في اكاديميه محمد السادس، ولكن ملاعب رائعين، ارضيه ميدان رائعه، المقابلات تفوت في اجواء رائعه، نقل مباشر في الرياضيه ممتاز، يعني حاجه تفرح. درك بقى لنا كما نقولوا نجيبوا هذا الكاس، هذا القله الصغيره هذه كما يقولوا لها، كاس صغير ديال كاس العالم اللي عنده قيمه كبيره، اللي غتكون عنده قيمه كبيره وتحول كبير، لانه هذا الكاس غادي يعطيك دفعه الوليد الركراكي باش قادر يلعب على كاس العالم 2026، لانه وصل للدومي فينال، عنده كل المقومات باش يدي كاس العالم 2026، وعنده منتخب كبير، وعنده لعابه شبان جايين في الطريق في المستوى العالي. انا البارح تفرجت لمارساي، اولمبيك مارساي، جبرت هذاك كيشطا سجل هدف عالمي. يعني مازال عندك لعابه في الدوري الفرنسي اللي عندهم يكون عندهم الدور. عندك بلال النادير اولمبيك مارساي عطى اسيستات ولعاب هو كبير، يعني كاين مستوى عالي ما شاء الله. وتقدر دير واحد التوليفه اخرى لكاس العالم 2026 وكاس العالم 2030. ولكن قبل التركيز اللي غادي يكون عند المغرب هو كاس افريقيا هذه القادمه ان شاء الله باذن الله، باش يختم بها السنه، لانه سنه كانت ممتازه الكره المغربيه، ويدخلوا السنه ديال 2026 ان شاء الله يكونوا فيها الانجازات بزاف عاود ان شاء الله. نتمنوا الخير. هذه هي ان شاء الله هذا النهار كلنا وراء الاسود، وراء الابطال. الموتسيبي هذا التصريح اللي داروا هو تصريح للتاريخ، يعني ساعد به اللعابه. فوزي القشاع حتى هو راه في الطريق ديالو ان شاء الله، حتى هو يساعد اللعابه بشي بمعنويات، ويرفعوا لهم معنويات. الجماهير اللي تنقلت، الجماهير الشيليه كلها مع المغرب غتشجع المغرب، يعني مقابله غتكون ممتازه، والملعب يكون مكتظ عن اخره، يعني 100% الملعب غادي يكون كومبلي بكيشي فيرم. يزيد كاينه السفيره اللي راها تما المغربيه حتى هي اللي ساعدت هذوك الاولاد ووقفت مع هاد الوليدات، ويعني تخيلوا سفيره من هذا الحجم توقف معاهم في الاخر وتغني معاهم، يعني وكل شيء ما شاء الله، يعني والتصريحات ديالها نتمناو موهبين ان شاء الله اليوم. انا عارف تركيزه راه غير على المقابله، وتركيزه راه غير على الكاس باش يدخل التاريخ. اللعاب عاود كذلك راه ما لعبته هو باغي يكتب حاجه يكتبها في السميه ديالو، مثلا مع ولا يعني كامل جاسم، لعبه كاملين باعوا. شوف كاع هذوك المقاتلين ما شاء الله اللي يدخلوا الميدان 11 واللي يدخلوا في ليسونجمون واللي يكونوا معاهم في المقاعد ان شاء الله باذن الله اليوم غادي يحطوا اللي عندهم، يعني 90 دقيقه وان شاء الله يديو اللقب. او لما لا، انا والله العظيم الا مرتاح، نكذب مرتاح وقال اللقب. والفوز ان شاء الله غادي يكون ب3-1، واللي بغى يحط شي نتيجه يحطها. المهم انا نقول لكم 3-1، ولا جبتوا شي نتيجه اللي جاب النتيجه غادي نطلعوا ان شاء الله، نطلعوا له الكومونتير ديالو
نتمناو ان شاء الله التركيز، ونتمناو هي واش هي نهائي واش هو التركيز كل التركيز من اللعابه، التركيز منا حنا، التركيز حنا كجماهير، التركيز حنا كمتتبعين، حنا كمحبين للمنتخب المغربي. يعني التركيز خصو يكون التركيز عالي، ونتمناو ان شاء الله في البدايه المنتخب المغربي يدخل في المقابله من البدايه ديالها، ولما لا يكون شي هدف من البدايه ديالها باش يخربق الارجنتينيين الكارت ميموار. وان شاء الله نقول له 3-1. انا والله نقول لهم 3-1 ان شاء الله باذن الله. باش حتى هي صحافه زيكو، شوف الا ضربناهم بجوج ولا ثلاثه في بريمير ميتو صحافه زيكو اصلا يمشيو ينعسوا يبعدونا، يرقدوا، تفاو الشمع بكري، تفاو الضواو بكري، تفاو الانترنت بكري، وروحوا ترقدوا وخليو السبوعه ان شاء الله باذن الله باش نجيبوا هذا الكاس هذا، باش كما قال الاخر الكاس هذا كاس العالم، باش نبلعوا هذيك، باش يبقى لك عاود، يبقى لك كاس العرب، يبقى لك كاس افريقيا، باش الواحد ان شاء الله عاود يطلع النيفو. لانه هذا العام كاس افريقيا المحليين، كاس افريقيا الاوديسات، ما شاء الله يعني كرة القدم المغربيه في المستوى العالي، اللاعبين ولاو ما يخافوش. نتمناو هذا النهار ان شاء الله يكونوا رجال ويكونوا اسبوعه. وعاود كان واحد التصريح محاكمي يساعدهم حتى هو نفسانيا، يعني تخيل باش يصيفط لك حكيمي، يعني تصريح سي اوبليغاتوار عليه، لانه هو الكابيتان ديكيب، هو القدوه ديال هاد الشباب، يعني عاونهم عاود حتى هو نفسانيا. عاونوهم الجماهير اللي متنقله غادي يشوفوا هذوك الفيديوهات، يقول لك نحط 200%، نحط اللي عندي، يعاونك رئيس جامعه تنقل، هادو كاملين عوامل ان شاء الله باش تكون النجاح والفرحه ان شاء الله في شيلي، والعوده بالكاس. وتحيه كبيره للطيران المغربي، الخطوط الجويه الملكيه المغربيه اللي ساعدت هذا الجماهير باش تنقلت بكثافه، باش مشات للشيلي. كان المبلغ رمزي، يعني مبلغ ماشي مبلغ كبير، وفيه معاه فيه البي، فيه كل شيء. المهم نتمنوا لهم حنا التوفيق. وما تنساوش كاين المقابله ديال الفوتسال، الواحد خصو يتبع عاود المقابله ديال الفوتسال المغرب مع اسبانيا، ويمشي يشجعهم في قاعه مولاي عبد الله في مدينه الرباط، لانه مقابله هي كبيره. وراكم تعرفوا الدكيك يعطي اللي عنده ان شاء الله باذن الله باش يفوز توا على اسبانيا. هادشي اللي كاين، والسلام عليكم، تهلاو في راسكم، بالتوفيق ان شاء الله المنتخب المغربي. ديالي وصلنا لنهايه الفيديو. الا كان عجبكم الفيديو ديال اليوم فما تبخلوش علينا بداك اللايك ديالكم والاشتراك في القناه، وتفعلوا لنا داك زر الجرس باش ديما نستمروا في جلب كل جديد والفيديوهات الحصريه ديالنا. اصدقائي ديالي كما شفتوا في الفيديو ديال اليوم فراه كان واحد الفيديو شيق ويستحق المشاهده كيف ما تابعنا جميع. ما تنساش الى وصلتي حتى لهاد المرحله هذه في الفيديو فما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل داك زر الجرس باش ديما تكون من الاوائل اللي كتوصل كل جديد ديالنا والفيديوهات الحصريه ديالنا. اصدقائي ديالي كما العاده وصلنا للمرحله النهائيه من قناتكم دايلي ماروك، ما بقى ليا الا نودعكم ونتلاقاو بحول الله في فيديو مقبل. ما تنساش كما العاده لايك للفيديو وتخلي لنا الراي ديالك. نتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله.